السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء الفراشات الجميلات. وش راكم؟ وش حوالكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. طليت عليكم بهذا الفيديو الخفيف وظريف، ديتكم معايا للجبل. كملوا معايا الفيديو للاخير، ما تروحوا حتى بلاصه، قعدوا هنا معايا البنات، ديروا مشاهده كامله. اللي جديده نقولها مرحبا بك، نورتيني وشرفتيني. ما تنسوش الاشتراك البنات، الاشتراك في القناه هذا هو الشيء اللي لازم ديروه وتعاونوني فيه، بما انه القناه جديده، عاود القناه الاساسيه يوميه الفراشه اللي راحت لي البنات صح بكيت عليها وغاضتني بزاف صح. معليش البنات، كي تجي من عند ربي مرحبا بها، بصح كي تجي من عند ربي لا 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 لا, لا. الحمد لله يا البنات، ان شاء الله نزيد نطلع هذه بربي وبيكم انتوما فقط اللي راهم يحوسوا كيفاش يعاونوني. نقول لكم بارطاجيو لي وديروا مشاهده كامله للفيديو، ديروا جام، خلوا لي تعليقات، بارطاجيو القناه يعني للاهل والاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله نكبرها في اقرب وقت ممكن. اذا حبيباتي، اليوم ديتكم معايا للجبل. بالكم عندي شحال ما رحتش للجبل اليوم، لو كان ما خرجتش راح نتطرطق مع الظروف اللي صراو لي. واش نقول لكم، بصح سي نضيد اخذكم لهنايا نميل او ما نطيحش، حتى وكان نطيح نعاود نوقف على رجليا. شوفوا البنات، راني نوري لكم وين كانت تسكن يما بكري يعني هنايا يما زادت وهنا ترعرعت وهنا كبرت، ومنايا خرجت راحت عروسه لجهه واحده اخرى. شوفوا بقاو غير الاحجار وبقاو غير لي سوفونير، صح مازال كاين جيران هاي يسكنوا لهنايا. يعني نحب الجبل، تعرفوني بين نحب الجبل، نموت على الجبل. وتحيا الجبل وتحيا ناس الجبال. هنا خياتي راني نحي في عشبة مريم. هذه مريم هذه نشربوها البنات، تنحي الريح، تنحي المرض، تنحي البرودة من الرحم، بزاف هايلة خياتي. كما كتشوفوا حنا نشربوها البنات، المهم نشربوها كما يقولوا ناس بكري، الحاجه المره تنحي الضر، يعني المر ينحي الضر. كل حاجه مره راهي مليحه لجسم الانسان، خاصه مع لا غريب اللي رانا فيه، مع الكورونا اللي عاودت رجعت. والله تامنوا انا مرضت غير ما رحت لا طبيب لا والو، نضت بالاعشاب، لا انا لا ولادي نضنا بالاعشاب، نبخر ودرت كل حاجه. المهم يا البنات، شوفوا هنايا نحيت كرموس نصاره شتويه، شتوني في بدايه الفيديو نحيت حبيبات. يا ما توحشت هذا الصيف كما نقولوا، والله ما شبعتهاش كرموس صاره انا وانيس. وزاد جا في واحده فاميل لقيتها طيبت المطلوع، الله عطات لي خبزه، نروح دوك نسخنها ونزيد ناكلها بالزيت الزيتون اللي تشهت كرموس نصاره. نقولها شهيتك في الجنه، سمحوا لي البنات انا تالي توحشتها وتشهيتها. شوفوا هذه بقات غير حبيبات توالة، يعني صاي حنا خرفت عندنا، حنا حتى لديسمبر هكاك باش تخرف تماما. هذه نسموها الشتويه. يما راهي تقشر لي فيها، نقول ها وكي تاكلي فيها يما، ياك انت دائما راكي لهنا في الجبل، هاتي انا اللي راني متوحشه ناكل هذا الصوالح راني مريضه. لا قلشتني يما، جيت بت عندها البارح، تعرفوا الليل كامل وهي بالقدره تاعها الدور، ديري راسك منا الاعشاب تاع ربي، الكاليتوس، العرعر، الذرو، الزعتر، كل الحلحال دارتهم كامل في قدره وغلاتهم لي وجايبتهم، وتقول لي غطتني بالكوفيره، تقول لي شمي حتى حرقت لي كاع وجهي، شمي قلت لي كورونا باش تروح. وليدي تاني اسلامي اللي كان مريض وله هو صدره ويسعلو كامل غمات، وقال لي ماما ما عصبه ديك ماني قرب حرقتني بالقدره تاعها في الليل الدور عليا على راسي هذه هي يما، هذه هي الام البنات، ربي يحفظهم وربي يرحم اللي ماتوا ان شاء الله. شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا رانا نسخنوا في الخبز وناكلوا بالزيت الزيتون يا البنات، واحد الزيت الزيتون. واش نقول لكم، واش نحكي لكم، لهنا تاني مازلنا رانحيو في الزيتون. هذا الشجر تاعنا غرسناه راه كبر ما شاء الله، راه بدا يتعلم ودار لنا الزيتون كما راكم تشوفوا البنات. المهم بزاف اخوات قالوا لي يا اسماء، زيت الزيتون الحره تاع الرجل منين تشروها البنات؟ راهي وقتها في شرشان سيدي غيلاس تلقوها بالسبت يهبطوا اصحاب الجبال يبيعوا بالسبت، سوق السبت على راسها. بصح باش نقول لكم زيت الزيتون تاع رجل راهي تفوت 100,000 للليتره، وماشي تروحوا تحوسوا تشرو حاجه رخيصه
تاع 40 ولا 50 ما تلقاوها مغشوشه نص سانغو. فهمتوا البنات كيما داروا هذوك كيما في باتنا كيلقاو هذيك الزيت يعني يغشوا في الزيت الزيتون بليكستري تاع زيت الزيتون وزيت السانغو. راكو تعرفوا سمعتوا نورمالمون ماهيش غير في جهه ولا في اغلبيه الولايات راهم يغشوا في زيت الزيتون الا من رحم ربي واللي يخاف ربي. المهم حنا زيت الرجل يعني اللي مخدومه في الدار البنات تلقاوها هنا في شرشال مسلمون سيدي غيلاس بكثره بالسبت بسيدي غيلاس تلقاوها قرايه وكامل من عند الناس بكري كما نقولوا الناس الكبار هكذا الجدود وكامل يخرجوها فما على الطرقات تلقوها كحله او تلقوها باللون الاخضر الغامق وتلقوها عقده هكذا خياتي ومضمونه البنات. لهنا يبيعوا زيت مضمونه ولا غير مضمونه. المهم البنات اما بالنسبه للزيت ذرو زيت ذرو راهي احنا مازال ما خدمناش بزاف اخوات راهم يحوسوا يشروا عليها والله مازال ما خدمنا البنات. اذا خدمنا زيت ذرو راح نقول لكم هنا خياتي اللي تعرف يا ربي هذا حلموش ها كيفاش يسموه الحلموش يا ربي كتبوا لي في التعليقات كيفاش تسموه حنايا الريحان البنات راح نخدم لكم به سيرو تاع الحساسيه تاع الصدر وتاع السعله يعني السعله هذيك الواعره ان شاء الله غدوه ولا بعد غد نحط لكم السيرو هذا السيرو تاع الريحان راهو وقته. فهمتوا خياتي هذا هو الريحان. كاين الابيض والاحمر وكاين الفيولي بزاف هايل تاني حنايا يخدموا به هكذا يسيروا هكذا للسعال الديكي او للحساسيه تاع الصدر. ديجا راني حطيته لكم في القناه الاولى اللي راحت لي يوميات الفراشه العام اللي فات بصح ان شاء الله نعاود نحطه لكم لهنا علاش لا يعني في الاعاده افاده وان شاء الله ديما تستفادوا يعني من فيديوهاتي البنات يعني كان حاجه صغيره تستفادوا منها. اذا البنات ما تنساوش فقط تدعموا الفيديو بجام وخلوا لي تعليقات بارطاجيو البنات عاودوا بارطاجيو والله فامي ديالكم لحبابكم بارطاجيو في الفيسبوك هكذا خياتي بيسك مش حاجه سهله باش نعاود نطلع هاد القناه. راكو تعرفوا القناه الاولى فيها 214 انكا والله غير غاضتني بصح واش راح نديروا معليش جات من عند ربي. شكون اللي توحش القهوه اليوم ما ديناش بزاف رحنا نخدموا كيما شفتوا وليدي الكبير الله يبارك بسلامته راه يخدم وهنا انيس صيد زنح صيد زاوش عيا يجري طالع وهابط صيد غير واحد. هذا وقت الصياده البنات ما تقولوش باللي حرام ولا لا حلال الصياده تاع الزواوش صح يغيظوا بصح الدواء كما قالت لي ما حنايا بكري ناكلوا غير الزواوش ما نعرفوا لا سبيطار لا طبيب لا والو صح ناس بكري ولا غير ياكلوا غير الحاجه الصحيه. المهم اليوم طلعنا هكا شميت شويه هوا وكان ما خرجتش ما نكذبش عليكم كان ما خرجتش للجبل كراني طرطقت في الدار. انا الباطيمات هذوك يغبنوني ما نقدر لهمش نحس روحي مجيفه فيهم والله ما نقدر نضل نطل متواقي من وهكذاك والله ما كاش كيما الجبل. انا نبغي الجبل تربيت في الجبل نحب الجبل نحب نعاج نحب البقر نحب ذيوبه نحب الدجاج نحب هاد الصوالع والله ما نحب انا الباطيمات كيش غير نحس روحي راني في القفص راني مخزونه في هذوك الباطيمات غموني مرضوني داروا لي الاكتئاب بصح واش نديروا نقولوا الحمد لله وخلاص. المهم خياتي العزاز كملنا من الجبل البرد البنات انا ما درت والو صراحه نحيت غير شويه زيتون هكا ودرت ما كاش الحشيش ما كاش اعشاب غير شويه. المهم رحنا هكا كما نقولوا حرثنا شويه باش نغرسوا شويه شعير شويه قمح نغرسوا الثوم والبصل وكامل. ان شاء الله المره الجايه نزيد نشارك معكم كل حاجه. هنايا البنات الام تاعي راهي تصير لنا في المرمز التشيشه ديجا راني حطيت لكم التشيشه الحمد لله لقات نجاح باهر وكاين بزاف اخوات تجربوها في القناه تاع الوصفات مطبخ الفراشه. البنات اللي ما يعرفوش قناتي الثانيه مطبخ الفراشه للوصفات راني درت لكم في وصفه تاع مرمز هايله بزيت الزيتون والزعتر يعني تنحي البرد من العظم. ديما نوصيكم البنات ديما خياتي ولفوا ولادكم ياكلوا هاد الصوالح كيما هذه التشيشه هذه مخدومه من الشعير البنات عبا كاين عده انواع كاين هذاك المرمز وحده والفريك وحده والتشيشه وحده. هنا البنات كيما راكم تشوفوا وسيناه
بعد ما نقيناه حمصناه شويه في الطاجين وديناه عند رحى. شوفوا البنات، هذا التشيشه هذه نطيبوها بالبطاطا وزيت الزيتون ولا كشغل كي الطعام هكذا خياتي. اما هذه دوك نزيدو نصيروها نخدموا منها تاع الشربه هكذا. وكاين هذاك الرقيق اللي راهو في الجفنه، رقيق رقيق، هذاك نديرو به الخبز تاع الشعير، نديرو به الخبز تاع الحامضه، فهمتوا البنات. وايضا كاين هذاك دقيق الرطب هذا. شوفوا كي نصيروا نخرجوا هذاك الدقيق الرطب كامل. كاين اللي عندهم ولادهم امراض فقر الدم وكامل ولا هشاشه العظام يديروا في الياغورت ولا في البن. البنات في البن خاصه البن تاع بقره نخلطوا مع البن تاع بقره وناكلوه هكذا. كانت الام تاعنا تعطي لي بكري كما نقولوا للدراري صغالي فوق 6 شهور وكامل مع البن ولا حليب ولا المهم وتخلط وناكلوه كشغل ياغورت، فهمتوني، كشغل عصيده. هذاك الرطب كامل هذاك دقيق. شوفوا البنات، هذا نخدموا به خبز الشعير. وهذه اليامات ندير معكم خبز الشعير الحامضه يعني محشي شوفوا البنات، هذا الرطب كامل اللي يديروه في البن ولا الياغورت يوكلوه لولادكم. والله غير رجعوا للاكل التقليدي، والله غير راه بزاف صحي وهكذا باش تنقصوا على رواحكم هكذا هذوك الامراض اللي يجوا هكذا في الشتاء والبرد. وكل مره راح نشارك معكم بعض الوصفات التقليديه تاع هكا ناس بكري اللي ياكلوهم باش هكذا باش كما نقولوا يتفادوا هذه الامراض الشتويه تاع البرد. شوفوا خياتي، كان بعض الاخوات اللي عاودوا قالوا لي اسماء على التبول اللا ارادي. البنات انا حطيت لكم في الفيديو السابق قبعه تاع البلوط، قلت لكم قبعه تاع البلوط راهي علاج لتبول لا ارادي ولا لانفيكسيون. البنات الحراره اللي عندها الحراره في الرحم او في الحراره في المعده ولا في الفم، عبالكم من داك تخرج لكم واحد الحراره ولا في ولادكم في فمهم مشلفطه كاع في الفم، شربوا لهم هذه التيزانه. وايضا راهي مليحه للضغط الدموي، مليحه ثاني للسكر يا البنات. راه الفوائد تاع هذه قبعه تاع البلوط لا تحصى، فهمتوا، مليحه للاسهال. المهم اللي عنده التبول لا ارادي للصغار او للكبار شربوا 2 كيسان في النهار، شربوا ما حدير لكم والو، بالعكس راه الفوائد تاعها كثيره. تلقاوهم عند العشاب، انا قلت لكم 1000 مره تلقاوهم عند العشاب او راه وقت البلوط روحوا للغابه لقطوهم ودسوهم غسلوهم وديروا بهم تيزانه هكذا خياتي العزاز. المهم حبيباتي فراشتكم راهي رجعت وان شاء الله نرجع بقوه. خدكم هنا تميل وما تطيحش، وبربي ان شاء الله وبكم ان شاء الله نعاود نرجع قناتي ونعاود نزيد نطلع قناتي ونزيد نكون معاكم ونوريكم الصوالح، ومازال كاين الخير للقدام ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله تشوفوني ديما نضحك وانتم معايا، ربي يحفظكم ليا ان شاء الله. كل وحده راهي واقفه معايا وراهي تحوس عليا. نقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحتكم والى الملتقى.